توقعات عرض الرو نتفليكس 2025 6 يناير. توقع الأول في السيجمنت الافتتاحي يدخل جون سينا ويعلن من هو خصمه القادم. بعدما يدخل جون سينا يدخل له من توقعاتي شخصية لوغان بول أو أندرادي أو دومينيك ميستيريو، وتتحدد مباراة بينهم في الريال رامبل. هذه توقعاتي شخصية لفقرة جون سينا في افتتاح عرض الرو نتفليكس. بعدها عندنا مباراة بين جاي أوسو ودرو ماكنتاير. توقع يفوز درو ماكنتاير على جاي أوسو بكل بساطة. بعدها نروح مباراة قوية جدا بين سيث رولينز أسطورة الجيل وسي ام بانك. مباراة قوية، ولكن مستغرب صراحة من ينهي العداوة. إذا كانوا بدهم ينهوا العداوة فهو فوز سي ام بانك بكل تأكيد، وإذا كانت العداوة تستمر ففوز سيث رولينز هو المؤكد. ولكن توقعي هو أن فوز سيث رولينز، ولكن ممكن بعد المباراة تشوف سيث رولينز يتحول شخصية الهيل. إذا تحول سيث رولينز إلى شخصية هيل فأعرف أن المين ايفنت في راس الماليا نايت 1 سيث رولينز سي ام بانك. بعدها نروح لتريبل كومبات، قتال على الأولافالا بين رومان رينز الأو تي سي وسولو سكوا نيو بلاد لاين، سولو سكوا الزعيم الجديد. توقعاتي المباراة بكل بساطة أنه رومان رينز راح يفوز على سولو بكل تدخلات، بتدخل جاك فاتو وتاماتونغا، ويدخلوا جاي أوسو سامي زين ليلة مثل راس المانيا 40. ولكن الخدعة قاع هي تأتي في بول هيمن هو الذي سيمسك الأولافالا في المباراة. في توقعي بعد ما يفوز رومان رينز يأتي بول هيمن لكي يلبسه الأولافالا، ولكن بول هيمن لا يلبس رومان رينز الأولافالا بل يستنى الفاينال باس. يدخل الفاينال باس وهو الذي سيأخذ الأولافالا من بول هيمن ويعلن نفسه الزعيم الحقيقي الفاينال باس. ومنها تبدأ المين ايفنت راس المانيا 41 نايت 2 بين رومان رينز وذا روك. وبول هيمن يعتبر غدر برومان رينز وغدر بسولو وغدر بالجميع وغدر بالبلاد لاين أيضا. هذه كانت أغلب توقعاتي لعرض الرو على نتفليكس، ولكن لا تنسانا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.